السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل وإياكم قراءة ما تيسر من هذا الكتاب الطيب، كتاب أحاديث إصلاح القلوب لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. وصلنا إلى الباب السابع الذي هو بعنوان غيث القلوب. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي تشربه الأرض فتخرج فنون الثمرات، وتمسكه أرضا لتنتفع به الناس، وأرض ثالثة لا تنتفع بشربه ولا تمسكه لغيرها. فتبين أن القلوب تشرب ما ينزله الله من الإيمان والقرآن، وذلك شراب لها، كما أن المطر شراب للأرض، والأرض تعطش وتروى، كذلك القلب يعطش إلى ما ينزله الله ويروى به، وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشراب فيحيا القلب به. وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. قال ابن القيم رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث، لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء، فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو، وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى 3 أقسام بحسب قلوبهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم، الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء، فهذا مثل الحفاظ الفقهاء
أهل الرواية والدراية. القسم الثاني: أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه، ولم يرزقوا تفقها في معانيه، ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه، ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين، ويفهم منه الآخر 100 أو 200، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه، وهذا يسقي، وهذا يزرع. فهؤلاء القسمان هم السعداء الأولون، أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث: الذين لا نصيب لهم منه، لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان، لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم، كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث: لا علم ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام، وهم وقود النار. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم، وعظم موقعه، وشقاء من ليس من أهله. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم، وعظم موقعه، وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر، بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. ذكر هذا في مفتاح دار السعادة. والرب تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد قدره في أنواع علمه وحكمته ومحبته وفرحه وبهجته، وغير ذلك مما أخبرت به النصوص النبوية ودلت عليه الدلائل الإلهية، وهو في كل ذلك غني عن كل ما سواه. فهو الذي يجعل في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسار والفرح والبهجة ما لا يجعله غيره. وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبا حتى فرح بتوبته، ولم يحتج في ذلك إلى أحد سواه. والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما يقيت القلوب ويغذيها كثيرا جدا. وكثيرا ما توصف القلوب بالعطش والجوع، وتوصف بالري والشبع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني أتيت بقدح
فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظافري، حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب. ولهذا شبهت حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتها، وذلك بما ينزله عليها من الماء فيسقيها وتحيا به. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي ألم يجي الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت، ويحاسبوا أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت به الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهية، والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم، والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله. ذكر هذا في تيسير الكريم الرحمن للسعدي. وشبه الله ما أنزله على القلوب بالماء الذي ينزله على الأرض، وجعل القلوب كالأودية في حظها ونصيبها من القرآن، والقرآن مورد يرده الخلق كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لما أنزل من العلم والإيمان والقلوب التي تنال ذلك. شبه الإيمان بالماء النازل والقلوب بالأودية فمنها كبار ومنها صغار، وبين أن الماء كما يختلط بما يكون في الأرض كذلك القلوب فيها شبهات وشهوات تخالط الإنسان، وأخبر أن ذلك الزبد يجفأ جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض كذلك الشبهات تجفوها القلوب وما ينفع يمكث فيها. الحاصل أن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير والرشاد وشرها أوعاها للبغي والفساد. أعاذنا الله وإياكم من هذا. نقل ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى عن أحمد بن خضرويه قال: القلوب أوعية فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمها على الجوارح. والعبد لا يزال بخير ما كان مجتهدا. انتهى كلامه. والعبد لا يزال بخير ما كان مجتهدا في إصلاح قلبه وطهارته وسلامته من الآفات وعمارته بحب الله وإجلاله وتعظيمه سبحانه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولم يكن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة، بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله خشية له ومحبة وإجلالا وتعظيما ورغبة فيما عنده وزهدا فيما يفنى. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعلمكم بالله وأتقاكم له قلبا. رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: ولم؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. الله المستعان. وقال بكر المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. قال بعض العلماء المتقدمين: الذي وقر في صدره هو حب الله والنصيحة لخلقه. وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز بعد وفاته عن عمله فقالت: والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما، ولكن والله ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر. لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف، حتى نقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. قال بعض السلف: ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بسخاوة النفوس
وسلامة الصدور والنصح والنصح للأمة. ونص كثير من الأئمة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وكذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة، مع غش القلوب ودغلها. ومثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل القلب وغشه، كمثل من بذر بذرا في أرض دغلة كثيرة الشوك، فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع، بل يمحقه دغل الأرض ويفسده. فإذا نظفت الأرض من دغلها زكى ما ينبت فيها. رزقنا الله أجمعين العلم النافع والعمل الصالح، وأصلح قلوبنا وهدانا إليه صراطا مستقيما. ننهي قراءة هذا الجزء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكتب لنا هذا الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.